هل بتعتقدي إن الناس ما بيهتموش برأيِك؟ هل حسيتِ قبل كده إن أنتِ أفكارِك غير مهمة تمامًا للناس اللي حواليكِ؟ خلّيني أقول لِك إن أحيانًا بنحس إن إحنا فعلًا الكلام اللي إحنا عايزين نقوله مش بيهم حد، وإننا كل ما حاولنا إن إحنا نعبّر عن نفسنا بنحس إن الناس مش مهتمين، لكن في الحقيقة رأيِك مهم، لو حتى مش مهم للي حواليكِ فهو أكيد مهم لنفسِك، مهم إن أنا أقدر أعبّر عن نفسي، مهم إن أنا أقدر أتكلم، مهم إن أنا يبقى ليّا صوت مسموع على الأقل لنفسي قبل ما يبقى للناس اللي حواليّا. لمّا تبدئي إن أنتِ تقدّري نفسِك، لمّا تبدئي إن أنتِ تقدّري رأيِك، لمّا تبدئي تحسي إن الحاجة اللي أنتِ بتعمليها هي فعلًا مهمة، لمّا تبدئي إن أنتِ تكوني واثقة في نفسِك كفاية، لمّا تتعلمي إن أنتِ إزاي تعرفي تقولي رأيِك بحرية وبثقة، ساعتها الناس هتقدّرِك وهتحترم رأيِك وهتحترم الكلام اللي أنتِ بتقوليه حتى لو كانوا مش متفقين معاه. فلو أنتِ عايزة تتعلمي إزاي تعرفي تقولي رأيِك بأريحية من غير ما تبقي دايمًا شايفة الناس هتبُص عليه إزاي، طريقة تكون لطيفة من غير ما تضايقي اللي حواليكِ، اشتركي دلوقتي في كورس ارفع بثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك، وهتلاقي لينك الكورس إما موجود في الديسكريبشن تحت أو موجود في البايو.